رمضان بقى له قل من 15 يوم وانتي مازال ما تعرفيش ديري لاباط فويتي. تبعي معايا اليوم راح تنجح لك من اول مره وتجيك كل ورقه وحدها تقدري ديري بها الكوكا ولا جميع انواع المملحات رمضان. اشفاو لي برك على الرقم 8. شوفوا في جبنه تحطوا 800 غرام فرينه مع 80 غرام زيت 8 غرام ملح وخليوه بجهه 400 ملي ماء يعني نص 800. نبسسها مليح ونبدا نطم فيها بالماء البارد. العجين لازم يجي يابس باش لا مارغرين تمشي وما تجيناش محببه. نغطيها ونجي لا مارغرين دو فويتاج وراح نستعمل بالذات تاع صفا ماغو اللي عندهم مليحه لذيذ وغوكتا كامل ناجحين يعني اللي تلقاوها غير جربوها. انا خيرت مليحه فتحتها على شكل مربع على بابي كميسون وخليتها في الفريجيدار ورجعت للعجين فتحته على شكل مستطيل وطويت عليه العجين كيما هكا. وهنا تبدا اسهل خدمه. نخبطها نفتحها بالطول نطويها على 4 ونعاود نفتحها بالطول نزيد نطويها على 4 ونزيد نفتحها بالطول ونطويها على 4. هذا مكان ما تحطوها في الفريجيدار بين مره ومره ما تبقاو تتعبوا في رواحكم بزاف سهله. هنايا ديت ربع كميه العجين باش ندير كوكا باسكو كامل طلبتوها مني. حطيت طبقه العجين مع لفه خصلي فيها غير طماطم وثوم ملح وسكر وشويه زيت ومن بعد درت الفرماج زدت غلقت عليها. نجرحها بالموس ما نقطعهاش ندهنها وندخلها طيب على 180 درجه مده ساعه. وهنايا جيت درت لي كورني درت ثاني لي فولفون. قلت لكم لاباط تصلح لكل شيء تقدروا ما تعتمدوها كمشروع على خاطر ناجحه من اول مره. وهنايا خرجت الكوكا من الفور الريحه راهي تشهي وشوفوا لي التوراق كل ورقه وحدها وجات تقرمش هايله. مام لي كورني جاو هايلين غير خبيو لا غصت عندكم رمضان وهذا ما كان.